السلام عليكم، كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ يسعد صباحكن ومساكن بكل خير يا رب. اليوم إن شاء الله محضرت لكم فيديو جديد بعيد عن الطبخ والروتينات هاي. واللي هطلعكن مشوار معي هن مشوارين مو مشوار واحد. رح نروح على الرحاب السوق القديم وأورجيكن هنيك المناظر شو حلوة، وعملنا تفتيلة صغيرة وبعدين هنروح نتغدى بأطيب الأماكن اللي بحب روحها بمصر. تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوني من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. طلبنا سيارة ورحنا أنا ورفيقتي طريقنا على سوق الرحاب السوق القديم. بجد الأماكن ما شاء الله طرقات شي بيطير العقل، فحاولت إني كتير أختصر لكم بعض الفيديوهات بس ما قدرت للصراحة من كمية المناظر ما شاء الله والطرقات الحلوة كتير. بجد المشوار بمصر حلم، يعني كتير كتير شي حلو، خصوصيا ما شاء الله الطرقات والأماكن والأبنية ونظام الفلل عندهم شي بيطير العقل ما شاء الله. هلأ بطريقنا حنقرب لنوصل على السوق القديم. لفت نظري هالجامع ما شاء الله، شايفين شو حلو؟ هلأ هنا بيقولوا إنه السوق القديم، ليش مسمينه هالاسم صراحة ما بعرف، بس هو يعني أجدد من حياتي. هو عبارة عن سوق ومجموعة مطاعم ومحلات، يعني كل شي ست البيت بتحتاجه بتلاقيه بهذا السوق. بتحسوه كأنه مول أو مجمع كبير عاملينه بس مفتوح. هاي نظام الفلل اللي عاملينه هون ما شاء الله شي بيطير العقل. الله يطعمنا ويطعم كل مشتهي يا رب. قلت لكم حاولت اني اتخطى كتير من الفيديوهات تبعات الطريق بس ما قدرت للصراحة من جمال ما شاء الله الطرقات. وهي هون تقريبا وصلنا. المولات والمطاعم ومحلات الألبسة بجد شيء بيطير العقل، حتى الأسعار كمان بتطير العقل بهي المنطقة هي. فنحنا بنروح بنتفتل وبناكلنا أكلة صغيرة وبعدين بنرجع على البيت. بس الواحد بيغير جو عن ضغط البيت وضغط الولاد، خصوصيا إنه ما شاء الله الله يحميهم ما كانوا معنا. هلأ هون وصلنا على السوق القديم، هذا هو مدخل السوق. كتير الوحدة بتحس براحة نفسية وقت بتكون قاعدة صديقتها اللي بتحبها وطالعة هي وياها مشوار صغير يغيروا جو عن البيت والولاد والشغل. جد بنرجع على البيت عنا طاقة إيجابية إنه نحن نشتغل ونعمل كل شي بقلب البيت، على قد ما بنكون مرتاحين نفسيا الحمد لله. الله يديم الصحبة الحلوة وكل شي باقي بهمك. لفت نظري ما شاء الله محل هالورد شو حلو. وهي الزريعة على فكرة ما بعرف شو اسمها، بس هي بتعيش بالمي، يعني بس بحطوها بالمي بقلب البيت. كمان منظرها حلو. وهلأ هيك فتنا على السوق، كلها كافيتريات وقعدات وقهوة، في سوري وفي مصري. شايفين الأشجار القديمة شو حلوة. أنا بصراحة هذا الفيديو مسويته قبل رمضان آخر يومين برمضان، بس ما صح المنظر إني والله تذكرني رمضان كتير مو طالعتاتي. فهلأ حبيت أورجيكم مشوارنا شلون كان، وإن شاء الله يعجبكم يا رب. وطبعا إذا عجبكم مشوارنا لا تنسوني من اللايك الحلو. هون فتنا تسوقنا بعض الأغراض اللي بحاجتها أنا ورفيقتي وكملنا تفتيل.
لفتت نظري هالأرجيلة اللي عم بتضوي حبيت صور لكم إياها. وطلبنا هون صحنين درق أنا ورفيقتي. كتير بحبها هاي الدرة، بس بصراحة أنا بحبها بجبنة سائلة بساويها بجبنة وزبدة. هون أخونا ما عم يساويها غير بالزبدة، الله يهديه يا رب. قلت له نزل الجبنة، قال لي ما بتوفي معي. الله يرزقهم يا رب. أنا طلبتها بس بجبنة الشيدر، ورفيقتي بالشطة والليمون. أيوة تماما بالشطة والليمون. بجد كتير طيبة، وهو كتير إنسان نظيف ما شاء الله، الله يبارك له يا رب. وهلأ أكلناها وصورت لكم الحلويات. ما شاء الله شي كتير كتير أنا طبعا من عشاق الكيك والجاتو والقصص أكتر من الحلويات والمفرومة والمغشوشة والقصص. هون صورت لكم ابن الشام. ما شاء الله هذا مطعم كبير بمصر وله أكتر من فرع. أكله كتير كتير طيب. المرة الجاية إن شاء الله حروح لعنده وصور لكم عنده أكله وترتيبه فيه. بس اليوم رح آخدكم على مطعم مختلف. طبعا أنا هذا المطعم كتير كتير بحب أروح عليه، تقريبا لازم بالشهر مرة إني أروح عليه. هلأ طلبنا سيارة وقلنا لنروح لعنده أنا ورفيقتي لحتى نقعد نغير جو ونتغدى غدا بسيط. هلأ هو كان بصراحة مو غدا ولا سحور. هو كان تقريبا عشاء. زينة رمضان وشوارع مصر برمضان عن جد حاجة تانية. وقت غناها حسين الجسمي ما كذب. ما شاء الله شي بيطير العقل والله، ومعتنيين وبيحبوا أجواء رمضان وبيحبوا أجواء العيد. بجد كتير حلو هيك الواحد إنه يعتني حتى بقلب بيته، يعمل شي بسيط، زينة، أكلة حلو بسيطة لحتى يفرحوا الأولاد بجو رمضان والعيد. حاولت أتخطى كتير إني أنا ما صور، بس ما شاء الله عن جد طرقات كتير حلوة. فحبيت ورجيكم مصر كلها. إن شاء الله يصح لنا كمان هاي اضطرينا نطلع عشان كان قعدنا بنفس الشكل. هي بنفس الشكل ديكورات وقعدة مريحة. عن جد بحس براحة نفسية وأكله جمع بين الشرقي والغربي بطريقة كتير حلوة. هون عاملين إحنا بالحارة الأولوية، عاملين أجواء كتير حلوة. بس أيام المباراة ما بينراح، أساسا أيام المباراة ما بينطلع لقرنة. ما شاء الله صوت المباراة والعالم كلياتها بتنتشر بالشوارع لحتى تحضر المباراة. وهي طلبنا الأكل. الأكل كان عبارة عن وجبة برمودا، يلي هي بتيجي دجاج مطحون عاملينه بطريقة كقطع مثلثة يعني، وحاشينها فطر ودرة وفليفلة وأشقوان، وحاطين عليها صوص الشيدر. وهي المعكرونة الفوتوشيني، معكرونة ووايت صوص وشرحات دجاج وجبنة البارميزان. تغدينا وكان الغدا كتير كتير لطيف وطيب.
وطلعت لبرا صور لكم الأجواء برا، عاملين ميلوية، جايبين ميلوية وعازف وعالطبلة وهيك، ما شاء الله كتير كتير كانت الأجواء حلوة. هذا بظن التراث الصعيدي، أهل الصعيد هذا العزف تبعهم. وهلأ طلبنا سيارة وقلنا يا فكيك على البيت. كان مشوار اليوم كتير كتير حلو ورايق، إن شاء الله يكون عجبكم. ولا تنسوني إخواتي من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. هاي صورت لكم بعض المقاطع وطريق الرجعة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو مثلكم. بحبكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.